الشخص او العدو اللي بيكرهك وبيقولها يبقى واضح ومكشوف ليك. انما بقى اللي بيبتسم في وشك وهو بيحفر لك من وراك وعاوز يغرقك، اللي بيقول لك يا حبيبي وهو مش طايقك، اللي عامل صاحب وسند وهو الغل مالي قلبه، ده اللي تخاف منه وربنا يسترها عليك. ده بقى اسمه في علم النفس باسيف اجريسيف، يعني بيأذيك من تحت لتحت، بيضحك لك وهو بيقفل الابواب حواليك، بيمثل عليك انه بيحبك وهو جواه بيقارن نفسه بيك وبيحسدك لما تتحسن، وممكن كمان يتمنى انك تقع عشان يحس انه احسن منك. للاسف العدو الصريح في اللحظه دي بيكون افضل، على الاقل انت عارف انه مش بيحبك من البدايه فتقدر تاخد حذرك. ربنا قال ايه؟ واذا لقوكم قالوا امنا واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ. شفت نفس الناس اللي بيقولوا كلام حلو بيعضوا من جواهم من كتر الغيظ. فمش كل اللي يقول لك يا غالي يبقى بيحبك ولا بيحب لك الخير، وبرضه مش كل اللي بيسكت عشان ما نظلمش وكلامه قليل يبقى بيفرحك. الوشوش اللي دايما حلوه دي بقى لازم قلبك يبقى عامل زي الرادار دي، مش كل اللي يقرب منك يبقى امان. يا طيب فلتر الناس، حاول على قد ما تقدر تميز وتفرز وتستنضف. ربنا يقويك.